أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنوع صادوه بشيء ما شفتوه. حلقتنا اليوم مع الفنان الكبير خالد النفيسي. طبعا الفنان خالد النفيسي معروف عنه بعصبيته الزايدة ما شاء الله، وهذا الشيء خلانا نحتار، وبنفس الوقت هم أنا أخاف لأنه هو بيجيني أوريدي معصب. فشو نسوي؟ أنا قعدت هادي قبل لا نبلش معاه التصوير. بعد ما بلشنا معاه التصوير طبعا هو كان وايد تنشن، ولا اقول لكم شوفوا معنا. خالتي قماشة لون ودرب الزلق لون. اوكي احمر. شنو احمر؟ شلون لون؟ ايش قاعد تحكي؟ انا اسف، تفضل. انت بتخلينا تحكي ولا تفضل هاك الميكروفون؟ لا تحكي. لا اسأل وجاوب عني. اسف استاذ. تفضل قول. شلون خالتي قماشة لون ودرب الزلق لون صالح؟ يعني خالتي قماشة عصري مع ممثلين يختلفون، بنات يعني مثل الأخت سعاد، الأخت استقلال الله يذكرها بالخير، وحياة الفهد، قانم الصالح، كان في دور عصري يعني. ودرب الزلق الكويت القديمة هذه، فلذلك يختلف. انما تقول لي ان ما كان دور، انا اعتقد اني اديت الدور على حسب ما بقى المؤلف والمخرج على اكمل وجه. ابو صالح، من اللي يختار ازيائك؟ انت تختارها بنفسك ولا في احد مثلا يختارها لك؟ كنت شايفني لابس تنوره وبلوزه ولا دشداشه؟ لا يعني حتى يعني الخام مثلا، الطريقه، يعني انت شلون تختار؟ يعني هل مثلا في واحد يعني مثلا يسوي لك الاشياء هذه مثلا، ولا مثلا انت يعني تفضل ان انت تروح تتسوق بنفسك؟ انت ما تقول لي منين تجيب هالاسئله، وهذه ايش دخلها بالفن والفنانين دشداشتك وبي؟ انا اقول لك استاذي، طبعا الجمهور ساعات يحاول انه يقلد فنانه المفضل. شي قلده فيه بدشداشه، كل الناس يلبس من كذي بعد شنو؟ ممكن حتى بالنسفه استاذي، ممكن انه يقلدك بالنسفه. يبقى انت اللي معده هذه، تعالي انت تعالي، شنو اللي عدته؟ هذه اسئلتي عشان انت كامل انواع. شناقتي دشداشه وقطره وعقال بعد اناقشني. نروح سؤال ثاني ابو صالح، في اسئله واجد. هي كمل السؤال، يعني جاوب السؤال ضروري تجاوب عليه. انت اول مره تعدين؟ اول مره مساحتك ودشداشتك واشيائك. ما في اسئله تقليديه، احنا نحب نغير. مو مساله اسئله، اسئله تقليديه، لكن مو هالاسئله السخيفه. معلش اسفين. انت مال كل يوم نجم، انت مال طبق اليوم. طبعا الفنان الكبير خالد النفيسي فنان يختلف عن باقي الفنانين الحقيقه، وهو اساسا يعني في حالاته العاديه معصب، والتعامل معه يعني يحتاج الى خصوصيه. لذلك كنا حذرين جدا في التعامل معه في الحلقه دي، وكان يعني زودنا مساحه الاسئله العاديه التقليديه لاكبر عدد ممكن، على اساس انه ما تظهرش الاسئله الغير تقليديه بشكل مكثف. وحتى في لما كان بيسال عن المعد، انا اختفيت عن انظاره، لانه يعني يعرفني ان انا صحفي وكده، وما كان اكتشف فورا الملعوب، وظهرت له الزميله نورة. وايضا حاولنا ان احنا نستمر معاه فترة طويلة جدا من التسجيل والمهادنة بكل الاساليب لنكمل معه الحلقة. واعتقد انه حلقة الفنان خالد النفيسي استمر تسجيلها اكثر من 2.5 ساعة الى 2:45 دقيقة، في استهلكت اكثر من 45 سؤال، كلها تقريبا اسئلة، معظمها اسئلة تقليدية. قدرنا ان احنا نجمع منها الحلقة بصعوبة اللي احنا شفناها وعشنا معها في رمضان. بعد عندك؟ عندنا اسئلة الحقيقة. كلنا حبينا طبعا أبو ريت مطرب قديم. طبعا.
ممكن تقول لنا شنو معنى شاطكم، شلشاتكم، شاشاتكم، شواتكم، شنو هذه الكلمة؟ هذه من نوع الكوميديا يعني، وبدر بورسلي كتب هذا الشيء، واحنا والاستاذ الكبير قنام الديقان لحنها، واحنا اديناه والحمد لله يعني توفقنا في ادائه. الحمد لله. اوكي. ابو صالح يعني ما شاء الله لاحظنا من خلال الاوبريت ان صوتك جميل. ام كلثوم؟ لا طبعا يعني ما ادري عنه. كان لك ادائك. اولا هو اداء مو طرب، وفي فرق بين المطرب والمؤدي، احنا قاعدين ندي. ما فكرت تنزل اشرطه ابو صالح حتى لو كان اداء من خلال اوبريت ثاني مثلا يعني؟ لا والله ما فكرت. ما فكرت. لا. اوكي. حقيقة يعني في اسئلة وايد. بعد؟ ايه. من هذه الاسئلة اللي قلتها مساحتك ودشداشتك وزيادة. لا بزوق هذه شلناها خلاص. بزوق القمر. بزوق هذه. كسوف ما ادري شنو. كسوف القمر وبزوق. عادي يلا خلصونا كل شيء عندنا مونتاج. اوكي خلصنا. في مونتاج نقدر. اظنك بتمنتجه كله، لان ما في سؤال ينذاع او يبث. اوكي. وانت حاط لي واحد ما تقول لي من جايبه هذا انت؟ افضل مذيع موجود عندنا. عندكم؟ حقيقة يعني ابو صالح انا لما دريت ان شنو بعد؟ ان انت راح تكون ضيفي في الحلقة هذه. ايه. انا استمتعت وحاشني حالة من الهيجان لا اجتماعي في الشعور البيزنطي، خلاني ان انا فعلا اجي اكمل معاك الحلقة هذه واشتغل معاك، لان بالنسبة لك انت قعدتك هذه شرف لي. هذا شنو تذكر؟ لا خله عندك. ابو صالح وين ابو صالح؟ بروح بعد بيزنطي ما بيزنطي وخر. تطقنا بعد؟ اطقك. اذا عطنا فلوس. هات يلا وكلاب اللي حطك.